السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اليوم عندنا خبز الدار. نبداو المقادير. عندنا 2 كيسان حليب دافيين، يكونوا دافيين ماشي مغليين وماشي باردين، يكون حليب دافي. عندنا 4 كاس زيت، عندنا 2 مغارف سكر، عندنا مغرفة كبيرة تاع خميرة الخبز، عندنا حبة بيض، عندنا شوية تاع الملح يعني كمشة صغيرة، وعندنا 4 كيسان فرينة. نبداو بطريقة التحضير. نبداو في 2 كيسان حليب هكذا دافيين، نديرو لهم 2 مغارف سكر، نديرو لهم الخميره، مغرفه كبيره تاع خميره، هكذا. نزيدو الحبه تاع البيض، ونزيدو 4 كاس تاع الزيت هكذا. ندوبوهم مليح تذوب الخميره تاعنا، يذوب السكر. نديرو الملح كمشه صغيره يعني شويه برك باش تجينا تذوق الملح، يعني ما تجيش مسوسه. طريقه سهله مكاش اسهل منها. دوكا درت الكاس الاول، نزيد الكاس الثاني، نزيد نعمر 2 كيسان واحد اخرين، قلنا 4 كيسان. هاو الكاس الثالث، ونزيد الكاس الرابع. هاوليك الكاس الرابع. نتحصلوا على خليط يجي جاري شويه، ما يجيش ناشف متماسك هكذايا. دوك انايا نخدمو مليح بالخلاط ونولي السنيوه تاعي اللي حنستعملها درت لها الزيت ودرت لها الفرينه باش ما تلصقليش، وها بالخليط ديالي. دوك نحطو كاع الخليط تاعنا ونسقموهم بيدنا. نمشيوه هكذايا، نمشيو وندورو بهذه الطريقه هكذايا. الاماكن كامل ندورو عليهم غير بالعقل هكذا. العجينه تاعنا تلصق خاطر هي خفيفه، الفرينه نعرفوها بلي تلصق هكذايا. دوك نسقموه مليح، نسويوه مليح ونخليوها تخمر. بعد ما تخمر نوريكم الطريقه الاخيره. هاوليك الخبز تاعنا بعد ما طلع لنا، حطيته في بلاصه سخونه، حطوه في بلاصه تكون سخونه دافيه، حطوه خليوه يخمر لكم. بعد ما خمر لي هنايا درت حبه بيض، هاي ليك دربتها وجبت جلجلان. تحبوا ديروا سانوج، تحبوا ديروا جلجلان، يعني ديروا واش تحبوا. دوكا نديروا البيض غير بالعقل. بعد ما درت لها كاع البيض دوكا نديروا لها سانوج، جلجلان عفوا. انا ما درت سانوج، درت جلجلان، ما ياكلوليش سانوج هكذا. البيض تحبوا ديروا غير الصفار، ديروا غير الصفار. انا درت حبه كامله بصح قعد لي يعني منه. تحبوا ديروا غير الصفار من الاحسن، ديروا غير صفار تاع بيض
تجيكم سوا مع هاد الخبزه. دوكا راني شعلت الفرن تاعي يسخن من قبيله، يكون سخن، نحطوها طيب من تحت. بعد ما طيب من تحت نحمروها مليح من فوق ونحيوها ونوريها لكم جاهزه باذن الله. هاوليك الخبز تاعي بعد ما نحيته من الفوق، حمرته من الفوق ونحيته، خليته برد وقطعته. شوفوا كيفاش جا، يعني جا ما شاء الله. شوفوا جا طالع، الله يبارك. نتمنى انه يكون هذا الخبز عاجبكم.